بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر فرحان عطية من قناة فري إديوكيشن. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن امتحان الصف الأول الإعدادي لغة إنجليزية. مواصفات الامتحان الأول هتبقى listening الاستماع، عليه 4 marks 4 درجات. عندنا برضو الامتحان التوتال بتاعه عليه 35 marks 35 درجة. طبعا انت بتسمع الكلمة اللي بيقول عليها المستر او المس وبتعمل عليها سيركل دايرة. language functions الوظائف اللغوية 5 marks. طبعا ده complete or finish the dialogue تكمل الديالوج. السؤال بعد كده reading comprehension قطعة الفهم. طبعا بتراعي فيها extracting information الامتداد المعلومات giving the main idea اعطي الفكرة الرئيسية understanding reference فهم المرجع guessing the meaning of vocabulary in context context طبعا تخمين المعنى بتاع الكلمات اللي في السياق من خلال السياق طبعا الموضوع critical thinking skill طبعا مهارة التفكير النقدي ان انت تقول رأيك بالموافقة أو بالاعتراض. طبعا بعد كده السؤال بعد كده في vocabulary and structure الأسئلة عن الكلمات المالتيبلاي choose the correct answer اختيار الإجابة الصحيحة. 7 على الفوكابلري و 3 عن الستراكشر عن القواعد يعني grammar. بعد كده 4 درجات على correct the underline words صحح الكلمات اللي تحتها خط. عندنا هنا بعد كده السؤال بعد كده اللي هو الرايتنج عليه 6 درجات اللي هو تكتب رايت باراجراف. طبعا في الباراجراف ده بتبقى عليه 6 درجات. 6 درجات بيروحوا ازاي؟ درجة على الاورجنايزيشن التنظيم، درجة على relevance of idea العلاقة بين الأفكار. one mark of for choice vocabulary درجة على الفوكابلري الكلمات. طبعا منقعدش نكرر في الكلمة، نحاول نغير. عندنا درجة برضو على spelling على الاستهجاء. one mark for punctuation كلمة على الدرجة على punctuation علامات الترقيم. في نهاية الجملة أحط فول ستوب، في نهاية الجملة أحط question mark ولا فول ستوب. طبعا أسماء الدول الحاجات اللي كنا واخدينها في ابتدائي. one mark for grammar درجة على الجرامر. طيب نحل مع بعض كده امتحان محافظة سوهاج. أول سؤال هنا language function dialogue. هنا هاي نور how was your holiday. نور هاي هنا it was great thanks. هنا where طبعا هي بتقول لها كيف كانت الأجازة بتاعتك، فقالت لها نور ردت عليها قالت لها كانت عظيمة. شكرا. where did you go أين أنت ذهبت. هنا طبعا الفعل المساعد هيبقى did. ليه؟ عشان من الرد بتاع نور I went to France مش أنا أذهب لفرنسا go لأ went ذهبت. يبقى هنا كلام فين في الماضي did. الفعل المساعد اللي هنستخدمه هنا هيكون did. where did you go أين أنت ذهبت؟ فقالت لها I went to France أنا ذهبت لفرنسا. did you visit هل أنت زرت the Eiffel Tower برج إيفل. yes I did. did you your time there enjoy هل انت استمتعتي ب your time بوقتك هناك. فقالت لها yes I enjoyed my time there. قالت لها did you come home فقالت لها I came back. يبقى قالت لها هنا when متى. وانتي come home وصلت المنزل. فقالت لها I came back أنا رجعت on Sunday قدام أيام الأسبوع بقول on. قطعة الفهم طبعا what's the main idea of this passage. الفكرة الرئيسية أو ممكن يجيبها لك السؤال شكل تاني. what is the suitable title ما العنوان المناسب.
this passage لهذه القطعة. طبعا القطعة بتتكلم على how to stay safe online، كيف تبقى آمنا على الإنترنت. طبعا انت ما تديش الباسورد بتاعك لحد، ولا رقم تليفونك، ولا اي معلومات شخصية لأي حد ما تعرفوش على الإنترنت. What do you do if someone you don't know asks you to give him your phone number؟ هتعمل ايه مع شخص طلب منك ان هو طلب رقم تليفونك، شخص انت ما تعرفوش؟ طبعا I will not give him، انا سوف لا اعطيه. What do you think؟ ما رأيك في the internet؟ طبعا هو في البداية هنا مديك الإجابة. it's a great way to talk، هو طريقة سهلة لأن أنت تتحدث to your friends لأصدقائك and learn new things، وتتعلم أشياء جديدة. طيب the underlined word stranger ده طبعا معناها غريب. don't know means a person you don't know، شخص انت ما تعرفوش. the underlined pronoun them طبعا بتشير الى refer to يعني تشير الى، بتشير الى الباسوردز، طبعا الباسورد رقم السر. it's important to stay safe، المهم ان انت تبقى امنا on the internet على الانترنت. Alice's adventures مغامرات Alice's in Wonderland is my favorite. takes people from one side of a lake to another. snowmobile. canoe اللي هو زي البوت كده، القارب بياخد الناس من شط one side of a lake، من شط على البحيرة إلى الآخر. The science teacher shows us many interesting diagrams، الرسوم البيانية الشيقة for that lesson. The twins are two children both at the same age، في نفس السن. Go the library at break. Don't I always، أنا دائما أذهب إلى اللايبراري المكتبة at break في الفسحة. I like reading، أنا بحب الريدنج. famous football teams have a lot of they encourage the players، طبعا fans اللي هم المشجعين. المشجعين طبعا encourage يعني بيشجعوا البلايرز اللاعبين اللي هم الفانز المشجعين. or an is a simple message sent through the internet. an email رسالة البريد الإلكتروني. tea is the most popular drink in the world، الشاي طبعا المشروب الأكثر شعبية في العالم. we can't come on its father's birthday، طبعا هنا نستخدم our عشان بادئ بوي، نحن لا نستطيع أن نأتي في يوم الساتردي السبت لأنه عيد ميلاد أبينا. she didn't to the beach yesterday. she didn't go، هي لم تذهب إلى الشاطئ yesterday بالأمس. في طبعا ناس ممكن تغلط وتختار went عشان شافت كلمة yesterday بالأمس، لا طبعا بعد didn't بجيب الفعل في المصدر go. هاني shouldn't لا يجب أن يأكل snacks الوجبات الخفيفة in the classroom في الفصل. they are طبعا sugar ما ينفعش اخد معاه are لانه هو شيء لا يعد. uncountable ما بيتعدش، يبقى اقول there is too much sugar. does she like watching؟ طبعا عشان بعد like بضيف ing الفعل watching، هل هي تحب مشاهدة التلفزيون. come here طبعا هنا come في الامبراتيف اللي هو في الامر، اجيب الفعل في المصدر، ما ينفعش اقول come here تعالى هنا please علي لو سمحت يعني. طبعا الرايتنج متروك عليك انت للطالب، كل واحد بيكتبها بطريقته، بس طبعا نراعي فيها علامات الترقيم والجرامر سبيلينج، الكلام اللي احنا قلناه في الرايتنج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحقيقة ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تدعموا القناة في انها تستمر ويستفيد غيرك، والتعليق اسفل الفيديو لو في اي حاجة مش مفهومة او لو بكلمة تم، ومشاركة الفيديو مع اصدقائك يستفيد غيرك، والتعليق اسفل الفيديو والاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.